ولا من ابتلاءات، وهذه سنة الله في الكون، كما قال الله تبارك وتعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. والابتلاء سنة من سنن الله الكونية، أخبر بذلك ربنا فقال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أن يمتحنون ويختبرون؟ بلى يا رب، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذا البلاء الذي يصيب الإنسان في حياته، شاء طال البلاء أو قصر فهو زائل، سينتهي، كما قال الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فما فيش بلاء بيدوم ولا في شدة بتدوم، لكن ينبغي على المسلم أن يتعرف على المنهج، كيف يقاوم البلاء، كيف ينجو بنفسه من الشدائد والمخاوف والفتن. هناك أسباب أيها الأحبة الكرام، على رأس هذه الأسباب تقوى الله سبحانه وتعالى. بالأمس القريب تخرجنا من مدرسة لعلهم يتقون، الشهادة الحقيقية التي ينبغي أن يتحصل عليها الصائم في شهر رمضان: لعلكم تتقون. شهادة حسن سير وسلوك في الطريق إلى الله وفي التعامل مع الناس، أن يراك الله حيث أمر وأن يفقدك حيث نهاك. هذا هو المسلم الحق، يأتمر بأوامر الله وينتهي بنواهيه. الله عز وجل ذكر من أعظم ثمرات التقوى النجاة من المخاوف والتخلص من الابتلاءات: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية المباركة لها سبب نزول، وهي كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن سيدنا عوف ابن مالك الأشجعي صحابي جليل أسر الأعداء ولده، ابنه اسمه سالم وقع أسيرا في أيدي المشركين، فبكى عليه بكاء أليما، ثم ذهب إلى النبي وقال: يا رسول الله، أسر المشركون ولدي سالما وما عادت أمه تتحمل، وهو كان يعولنا وينفق علينا، فبما تأمرني يا رسول الله؟ فقال له النبي: اتق الله واصبر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأكثرا، أي أكثر أنت وزوجتك من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة. ولم لا؟ وسيدنا جعفر بن محمد الصادق من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم التقى في يوم من الأيام بسيدنا سفيان بن عيينة، فقال جعفر لسفيان: إذا أنعم الله عليك بنعمة وأحببت أن تدوم وأن تبقى في حياتك فأكثر من شكر الله عليها، لأن الله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم قال له: وإن استبطأت الرزق، أحيانا الإنسان يتخرج من الجامعة أو من الدبلوم ولا يجد عملا، أو فتاة تقدم بها السن ولم تتزوج، أو إنسان يجلس بالساعات الطوال ولا يبيع ويشتري. وإن استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار، لأن الله يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم قال له في الثالثة، وصلى على رسول الله، ثم قال له: وإذا حزبك أمر، إذا أهمك شيء أو انشغلت بأمر ما، فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة. فعقد سيدنا سفيان بيده هكذا وقال: ثلاث. وأي ثلاث؟ يعني حق لها أن تكتب بمداد من نور على ماء العيون، ثلاث وصايا. وأي ثلاث؟ فقال جعفر بن محمد الصادق: عقلها أي فهمها سفيان بن عيينة، وسينفعه الله بها إن شاء الله. فيا عباد الله، أيها المهموم، أيها المبتلى، يا من جاءتك أزمة أو شدة في حياتك، عليك بتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى.